السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بروتين جميل جدا. بس يا حبيب قلبي انا عايزه تشجيع منكم عشان تشوفوا فيديوهاتي كل يوم كده ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نضغط لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا هنا كده صحيت بدري كده وشربت شويه قهوه كده، عملتها سريعا سريعا كده معاكم، وعملت القهوه بقى في الاختراع الحلو دي. هنا بقى حطيت 3 معالق من السكر على شويه ميه بسيطه كده على قد الفنجان، وعلى معلقتين من البن. قلبتهم كده تقليب سريع كده وشغلت عليهم الكتل. كان اقل من ساعه كانت عملت معايا القهوه، وبجد يعني حلوه جدا القهوه، يعني زي ان انت بتعمليها بالظبط على البوتاجاز. بجد تحفه. او هنا بقى كنت خلاص لبست وبقى ورحت السوق وركبت التوك توك. هنا هشتري شويه طلبات البيت. خرجت انا وامي نجيب طلبات البيت كده، وكانت اشترينا شويه حاجات كده. كنا عند البقاله هنا اشترينا زبده واشترينا طحنيه، وكان الجبنه دي وكرتونه بيض، واشتريت سمبوسه وحاجات كده يعني. وبرضو رحنا اشترينا التومين، يعني اخدنا التومين والزيت والسكر والحاجات دي. وهنا كنا رجعنا البيت بقى، جبنا رز وجبنا بقى سلك وحاجات زي كده، طلبات البيت يعني. وهنا جيت سريعا سريعا كده، كانت حوالي الساعة 1 ورحت عملت بقى الرز. كانت انا عندي بامية معمولة يعني في التلاجة، وعملت الرز سريعا سريعا وطلعت كيس جبن ميكس الجبن. وهنا كان معايا السمبوسة، طلعتها كده وعملتها سريعا سريعا. كان المطبخ يقلب يعدل يا بنات حرفيا يعني. قمت عليه بعد ما حضرت الغدا، قمت بقى عملت سريعا سريعا كده المطبخ كده، عملته بعد الغدا كده يا بنات. يعني خلصت كده الغدا واكلنا كده، وبعد كده شطبت بقى المطبخ. حتى كنت التلاجة هنا دي مخطوطة، كنت طلعتها لان كانت الجو حر عندنا بقى وحر على التلاجة، فحبيت ان انا اطلعها كده في الصالة. طلعتها وغسلتها كده ورصيت فيها الحاجات اللي احنا جبناها، وهظبط كده شويه حاجات كده. بس انا متاسفه جدا مش هصور حكايه ان انا يعني بغسل التلاجة وكده وبحط الحاجات. انا قلت ايه عشان انا ما اطولش عليكم في الفيديو، قلت اخلص كده سريعا سريعا كده الحاجات دي، عشان انا لسه كمان هعمل عندي قرص بالسمسم والجرفه. بجد يا جماعه هعملها تجنن، تقدروا ان انتوا تشربوا بيها الشاي وكده. كنت انا خلصت بقى يعني، كان يعني اخد معايا بتاع ساعة يعني، تمام، ساعة في الاكل وساعة في تحضير المطبخ، يعني ظبطت المطبخ وكده. وكنت خلصت بسرعة بسرعة بجد قبل العصر، لان احنا بنشرب هنا عندنا كوباية الشاي، تمام. اللي عايز كوباية لبن، اللي عايز كوباية شاي بلبن كده، اي حاجة لازم نشرب بيها فيها حاجة، يعني لازم اي حاجة كده تكون جنبيها، يعني قرص، تكون عيش، اي حاجة، تكون سندوتشات جبنة. فبس يعني بتسندك لغاية بالليل يعني. فبس انا كنت هنا بقى عملت البطاطس. قطعت كده كام واحدة من البطاطس، بتاع 4 بطاطسيات كده، عشان انا كنت عايزة بس يعني كمية بسيطة، مش عايزة اكتره بجد عشان هطبخ تاني يعني. فاهميني. انا كان يوم الاربع ده، فيعني عملت كده سريعا سريعا كده اللي موجود في البيت. فرحت عملت بطاطس كده مع بصلتين كده مع طماطميتين كده سريعا سريعا يعني، ني في ني، كل حاجه ني في ني. وكان هنا المواعين عندي متكومه في الحوض زي ما انتم شايفين يا بنات. ابتديت برضو ان انا اغسل المواعين كده والحاجات دي، وخلصت كده بسرعه بسرعه عشان اعمل الجراس السمسم بالقرفه. بجد يعني النهارده كان روتين جامد. يا ريت بجد بجد تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وعايزه تشجيع قوي منكم يا حبيب قلبي. وهنا كنت خلصت الغدا، وهنا كنت انا وشوشو بتنقي معايا، اللي يعني اللي تنقي معايا
الملوخية، وكانت اخدت لها حتة ديس كده، فربنا يهدي كل الاولاد يا رب. هي ما كانتش شايفة الحيطة هي وبتجري، فجرت فلبست في الحيطة. ربنا يهديهم ويصلح حالهم الاولاد جميعا. فقلت انجي الملوخية قبل ما تنشف كده واخلص المطبخ سريعا وابتدي اعمل اجراس السمسم ده بجد تحفة، والمكونات كلها في البيت يعني. قومي اعمليها دلوقتي بجد بجد تحفة جدا يعني. هنا كانت كوبايتين مية على نص كوباية سكر، وخطيت هنا معلقة كبيرة كده من الخميرة، وقلبتها كده لغايه ما دوبت الخميره مع السكر والميه التلاته مع بعض. هنزل عليها بقى ب3 معالق كبار من اللبن على نص كوبايه سمنه ونص زيت ونص سمنه، تمام؟ يعني ربع سمنه وربع زيت، تمام؟ ان هي نص كوبايه. ونزلت بعد كده بشويه الملح وفانيليا، وقلبت قلبت قلبت كتير جدا ولغايه ما يدوبوا يعني. وابتديت هنا حطيت الدقيق كان كيلو، تمام يا بنات. وخطيت ما لقيتش بيكنج باودر، تمام؟ فخطيت كيك شيف يعني الاتنين واحد وبس. ودهنتها وملكتها كده كويس، ودهنت الطبق، وخطيت دهنت وشها كمان عشان ما ينشفش، وخطيتها كده بالاسترتش وخليتها كده على جنب لغايه 10 دقايق، لغايه ما ابتدي ان ترتاح كده لمده 10 دقايق. هسيبها كده ترتاح لغايه ما احضر الخليط معاكم. هنا بقى جبت السمسم، طبق السمسم عشان هتتحط على وش العجينه، وجبت هنا ربع كوبايه من السكر. هي المفروض ان انتوا تحطوا كوبايه سكر على 2 قرفه. انا حطيت هنا ربع كوبايه من السكر على معلقتين قرفه. انا زودت القرفه هنا، كان المفروض ان انا اقلله يا بنات، بس انتوا خدتوا يعني معلقتين على كوبايه سكر. انا علشان ماما عندي مريضه سكر وكده فقللت السكر، تمام يا بنات. وجبت هنا معلقتين من العسل كده، كانت اخر حته عندي، حطيتها في طبق وحطيت شويه ميه لغايه ما هي تبقى ايه تفك العسل كده وتتعامل معايا كان هي نوع من وش العجينه، عشان تلزق معايا كمان السمسم وعشان يبقى لونها ذهبي كده وحلو العجينه، تمام يا بنات. هبتدي ان انا اقطع زي ما انتم شايفين كده كور متساويه مع بعضيها كده زي ما انتم شايفين. تبتدي ان انتم تكوروها كده زي ما انتم عايزين، التكويره اللي انتم عايزينها والحشو اللي انتم عايزينه. كمان لو عندكم عجوه يبقى والله فظيع جدا، تمام. هنا بقى ابتديت ان انا العجينه كانت هشه قوي بجد وحلوه. وادوا شايفين انا بكور العجين كله. يلا يا بنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وهنا كورت العجين بقى، وابتديت ان انا السمسم، ادي طبق السمسم وجنبي السكر بالقرفه. هرجع اقول لكم يا بنات، كوبايه سكر على معلقتين قرفه. انا حطيت ربع كوبايه سكر على معلقتين قرفه، تمام. انا الحلو هي القرفه، بس هي زادت معايا حبتين، بس انتوا افضل ان انتوا تحطوا كوبايه سكر على معلقتين قرفه، تمام، على حسب الرغبه ان انتوا تقللوا القرفه او تزودوا القرفه. كان طعمها برضو حلو وجنان يعني. وهريح العجين اللي انا كورته كده وهغطيه بكيس بلاستيك كده او ستريتش اللي عندك موجود. وهنا بقى هاخد الكور، هبتدي ان انا افردها كده، بس في النص هتبقى عاليه شويه، هفرد الاطراف بس. وهتحطي الحشو بتاع السكر بالقرفه وهتقفليها كده تقفيله كويسه عشان السكر بس ما يحرقش معاكي في النار. وهتبتدي تغمريه في ميه بالعسل كده، وهتحطي فيها السمسم بعد كده وتحطيه في الصينيه. وكانت ادي شكل قبل ما احطها كده، خمرت لمده نص ساعه كده وتحطيه في الفرن، وكان ده شكله. وعملت هنا كوبايه شاي العصر كده، انا عملت لي كوبايه لبن كده، وابويا عملت لي كوبايه شاي بلبن، وماما كانت عايزه حلبه. خلاص على كده.